السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا متابعينا الأحبة من كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم، وأسعد الله أيامكم وحفظكم جميعا من كل سوء وبلاء ومكروه. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة الماتعة من سلسلة حلقات تحليل الأداء، ومعي أنا صديقكم القارئ ضرغان جهادي من العراق. أخواننا الأفاضل، اليوم راح أسمعكم قصيدة مليئة بالشوق، مليئة بالشجن، مليئة بالمشاعر الجياشة العاطفية. هذه المشاعر راح يترجمها لنا واحد من أفضل المؤدين المبدعين من حيث الأفكار التلحينية، من حيث الأداء والحماسة ولغة الجسد اللي مضبوطة ومتقنة بأداء عالي جدا على المنبر. الرادود والمبدع ملا مصطفى السوداني، قصيدة رسائل اشتياق، اللي كثير من الإخوة يعني طال انتظارهم من أجل أن نحلل ما في هذه القصيدة من أسرار جميلة ونستفيد منها سوية أنا وإياكم. فبصراحة هي واحدة من أروع القصائد اللي ظهرت في الساحة، أعتقد في العام الماضي، والله العالم، في العام الماضي نعم. فهي متمحورة حول مقام واحد، ولكن هي بها رسائل كلامية وبها رسائل لحنية تعطي للمؤدي الموهوب المبتدئ اللي يريد أن يطور إمكانيته وصوته، تعطي حافز نحو تقديم الأفضل وتعلم الأكثر حتى يصل إلى مستوى عالي كما يطمح في أقرب وقت. إخواننا الأفاضل، يعني المؤدين المبتدئين أو الرواديد المنشدين، أنصح نفسي أولا طبعا قبل أن أنصحكم. هذا العالم، عالم الأداء الديني، عالم الأداء خلينا نفترض القصائد أو ما شاكل الصوتي، يحتاج إلى ممارسة يومية، يحتاج إلى استماع مكثف، يحتاج إلى نفس جاهزة للاستماع. يعني أنت حاليا إذا كنت من أحد المتابعين، إذا كنت غير جاهز لمشاهدة هذه الحلقة نفسيا، فأنصحك بأنه تخرج من الحلقة لحد ما تجهز نفسيا وتكون مستعد لاستقبال ما سوف يعني يتم طرحه أدائيا وكلاميا. بعد ذلك تعال، يحتاج أنه تكون مستعد نفسيا لاستقبال الأنغام والألحان اللي تسمعها، حتى أنت تكون جاهز لطرحها وتأديتها بنفس يعني مثل ما نقول شفافة، لأنه ما يخرج من القلب يصل إلى القلب. هذه العملية لا يمكن الفرار منها والله. عموما، فنستمع إلى قصيدة رسائل اشتياق لكي نستمع ما وضع بها هذا الرادود المبدع من رسائل. رسائل اشتياق بلا نهاية إلى من ساكن بكل الخلايا. بكل الخلايا يل تجري بشرايين يل تجري ألا. القصيدة والله ممتعة إلى أبعد حد وروحانية، تتخللها أجواء روحانية. فأنا أنصحكم أنه تجهزون هاي الأمور، يعني تجهزون الأجواء الروحانية عندكم يعني أثناء ما نحلل أو نستمع إلى هذه القصيدة عموما، حتى لأنه هذا له الأثر الكبير في استقبال المعلومات. متمحور حول مقام الكورد، إحنا مثل ما قلنا بيها أكثر من إيقاع راح نستمع.
فكرتها شنو؟ فكرتها هو كيف أنت توظف مقام واحد من أجل إنجاح المجلس أو القصيدة بدون أن تخرج عن إطار يعني إطار المقام، تذهب إلى مقام آخر ربما، أو تأتي بجوابات أو انحدارات حتى مثل ما نقول ما تخلي المستمع يشعر بالملل. هذا اللي استونا شرحناه وظفه لنا مصطفى السوداني بهاي القصيدة. مساء الاشتياق بلا نهاية، كورد ري مي فا صول ري مي فا صول لا. شوف الجريان شلون سواه، هو عبارة عن عملية جريان الماء فعلي. شوف البساطة بالأداء ولكن مليئة بالإحساس والله. ألا يا أيها المحجوب، ترى الفرق تعاور قلوب. ألا يا أيها المحجوب، ترى الفرق تعاور قلوب. وحلمني السهر متعوب، وحلمني السهر متعوب. وراك سنين الشمعة تذوب، ولا أملك صبر أيوب. دخيلك ريد علي دخيلك ريد علي مكتوب. طغى شوقي وما اتحمل هذا الحال، متى ساعة بريدك يرجع لي بمرسال. كل ليلة عيوني تسولف بالدمعات، ترى دنيا بلا وجهك بلا راحة بال، راحة بال. طغى شوقي وما اتحمل هذا الحال، متى ساعة بريدك يرجع لي بمرسال. كل ليلة عيوني تسولف بالدمعات، ترى دنيا بلا وجهك بلا راحة بال، راحة بال، راحة بال. وكالعادة إلك مكتوب ويبدي، شنو تسوى الحياة بلا يمادي. وكالعادة إلك مكتوب ويبدي، شنو تسوى الحياة بلا يمادي. بدونك مو حش سنين، ترى الفرق رسائل اشتياق بلا نهاية. والله مو جواب شباب، هذا صاحب الزمان مفجوع بأم الزهراء. شباب فدوى لجدامكم. يل تجري يل تجري مولاي. خادم حبيبي ترى الفرق، يعني ما جاي يجيب جواب الجواب، يعني ما جاي يسوي شيء معقد، ما جاي يسوي شيء صعب، ما جاي يهتم بالقضايا التلحينية أو النغمية أكثر من اللازم. لحن واحد أو نغم واحد وتفاصيل إحساس أكثر. وأنا قايل في حلقات سابقة بأنه المؤدي
يعني ينقسم إلى قسمين: عمله، ينقسم إلى قسم فني نظري بحت، لحن ونغم ومقام وجواب وفروع وتراكيب وأبعاد وأجناس ومشاكل. والقسم الآخر أحاسيس. إذا واحد من هذني ما متوفر فأنت بعدك مبتدئ. إذا واحد من ما متوفر، يعني أنت تقرأ أنغام وجمال ومدري شنو وكذا ولكن بدون إحساس، أنت بعدك مبتدئ. أنت تقرأ إحساس مثلا بدون نظريات وفنيات وموسيقى ومشاكل ومقامات وتلاعب بالألحان، أنت بعدك مبتدئ. لازم يتوفرن العاملين، يتوفرن بيك الموسيقى، أو الموسيقى مو المعزوفة إخوان، والله ملينا من توضيح هذا المصطلح، مو المعزوفة، المقامات. يعني أقصد المقامات يسمونها بالعلم موسيقى عموما. المقامات والألحان والأنغام ومشاكل الفروع وتفاصيلها الدقيقة والإحساس. هنا الشيخ مصطفى يعني مركز على جانب الإحساس بدرجة أعلى مما يركز على جانب بتشوفون أهميتها. يعني أكو مؤدي صراحة هسه صاعدين هم ما نذكر أسمائهم، وأكو بيهم حتى ما جاي نحلل لهم، أنتم مستغربين يعني قد احنا وصلنا الحلقات 180 ما محللين له ولا مقطوعة. فهذا ليش صاعد؟ هو مؤدي صاعد وتقولون ما شاء الله وعنده أعمال كلش قوية. إذا إحنا ليش ما نحلل له؟ نحلل له لأن هو يهتم فقط بالإحساس، ما يهتم بعامل المقامات والموسيقى ومشاكل. وصلت الفكرة؟ فهذا من يهتم بالإحساس فقط أكيد راح تفوته جنبات أخرى. عموما أنا مو هذا موضوع، الموضوع إنه شوف هنا: ألا يا أيها المحجوب أرقت أوريك لون. يعني 7 درجات يسوي. يعني لو قاعد يجي كان جايب جواب الكرد درجة واحد، كان جواب الكرد 8 درجات اكتمل جواب لمقام الكرد، ولكن هو يسوي فقط 7 درجات. شوف التحويل الثاني: تحويله باللحن، تحويله بالإيقاع، تحويله بالوزن الشعري، تحويله بالإبداع. الله كلنا نعرف بالدماء كرد عجيب 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 عجيب، والله عجيب، والله عجيب، والله عجيب. نستمع إلى، خلينا نفترض جسد آخر نختم. اشتياق بلا نهاية، والله مو جواب شباب. طبعا بالمناسبة أنا شفت اسم ميامين بالبداية، ما أدري، خلينا نتأكدكم بالأخير. اسم شركة ميامين، مرتبين والله، شغل حلو. شوف الصورة، شوف المونتاج، شوف الشغل. حبيبي سار الفرقة إلى خادم صاحب الزمان الموفق ياسر النمطوري. إذا ما شاءت الأقدار أشوفك واكحلي الأنظار، فإن الموت وانصر، فإن الموت وانصر. يا مهدي وداع
طاعتك محتار يا مهدي ويلي ويلي منو عنك يجيب أخبار ولا هدهد يمر عالدار ولا هدهد الدار. منو أسأل ويقلي المهدي بياصر منو يلحق روحي بطار شلو مكتوب. منو أسأل ويقلي المهدي بياصر منو يلحق روحي بطار شلو مكتوب. أنا مت على علم الجمعة عليك أنا مت على علم الجمعة عليك. صفا مولاي غروب ويذبني على غروب صفا مولاي غروب. منو أسأل ويقلي المهدي بياصر منو يلحق روح بطار شلو مكتوب. أنا مت على علم الجمعة عليك وصفا مولاي غروب ويذبني على غروب صفا مولاي غروب ويذب على غروب. برضوان طوايا المهدي ساكن أدورك رايد بكل الأماكن. برضوان طوايا المهدي ساكن أدورك رايد بكل الأماكن. مكانك ما تدلي ترى الفرقة رسائل اشتياق بلا نهاية. أرجو المعذرة، يعني ما راح أكمل القصيدة، أرجو المعذرة منكم. يعني كمية الحزن اللي باتها الملا في هذه القصيدة والله كبيرة، أعلى من مستوى طاقة الإنسان. هذا دليل على أنه يعني ايش قد الرادود أو المؤدي منسجم مع القصيدة. فكيف بالرادود إذا انسجم مع كل القصايد هيك أكيد راح يتخلد، أكيد راح يتخلد. كانوا القدامى شلون تخلدوا؟ كانوا منسجمين مع القضية، يعني منسجمين روحيا ونفسيا وذوقيا وفنيا، منسجمين داخل جو، يعني في عالم آخر، ولذلك يتخلد. أما إذا أنت في هذه القصيدة تنسجم وفي قصيدة أخرى لا تنسجم فما ينجح. ربما يعني بعض القصائد تنجح عندك، ولكن إذا تريد كل القصائد تنجح عندك ربما مثل باسم الكربلائي فرضا في بعض الحالات أغلب القصائد هو ينسجم معاهن، يعيشهن، يدخل في داخل القصيدة، يعني يقفل كل شيء ويركز فقط على هذا الموضوع. عموما اكو فد إشارة ردت أشير إلها قبل ما نختم الحلقة، إنه يعني أساسا إذا لاحظتوني أثناء الاستماع للقصيدة ما قدرت أعبر عن مشاعري، يعني ظليت فقط ساكت أو منصت، ما أعرف شو أسوي حقيقة، يعني شو أسوي طبعا راسي ما أعرف شو أسوي حقيقة يعني. فهذا لأنه يعني خلينا نفترض يعني هو جرنا إلى موضوع تنوع الجمهور أسولف عنه. الجمهور بعض الحالات يعني يكون المؤدي هم يركز على هاي التفصيلة اللي راح أحكي. في بعض الحالات الجمهور يعني هو ينطيك علامة على أنه أنت نجحت في أداء القصيدة. ليش؟ شلون؟ أنت من تأدي مرات تشوف الجمهور يسكت، يعني أو كأنما تملك مشاعر تملك جوارحه، فما يعرف شلون يعني شو يسوي بهاي الحالة، فيضل ساكت هيك يستمع فقط، أو مستغرب من فد شيء صار بداخله ما يقدر يعبر عنه. هذا النوع الأول من الجمهور، أو يسمونه الجمهور البدائي أو الجمهور، يعني أول ما يصير الإنسان مستمع. الثاني اللي هو خلينا نفترض هو ما يعرف ايش جاي يصير، يعني ما يعرف يعني شنو من احساس شنو كذا، ولكن مع القطيع مع الناس مع الهوسه، يعني يشوف مثلا فلان جاي يتاثر، يشوف فلان جاي يتاثر، يشوف فلان جاي كذا يمثل، فهو يقول انا سبقت علي خلنا نسوي هيك. هذا الجمهور الثاني. هذا الجمهور مو حقيقي، فلا يغرك انت كمؤدي، لا يغرك انه يعني هذا انه انت عملك ناجح.
كأداء. أنا ما يعني جاي أحكي عن بشكل عام، بشكل عام. إحنا الجمهور الأول اللي ملك مشاعرنا الشيخ مصطفى السوداني، أما هذا الجمهور الثاني فهو من باب التوضيح، أكو قصائد كثيرة وأكو أعمال كثيرة وأناشيد أخرى. الجمهور الثالث هو اللي يتفاعل من أجل تسجيل الحضور، اللي يقول مثلا أنا يشوفوني موجود، الله مش حتى يباعون لي، يحصل على نوع من الاهتمام وهكذا. هذا هم أيضا إحنا ما نريده كمؤدين وكذلك كرواديد ومنشدين. نريد جمهور حقيقي، جمهور مثقف، جمهور يستمع بصدق. الجمهور الرابع اللي هو خلينا نفترض يعني الجاهل اللي يسوي روحه يعرف، الجهل المركب، اللي هو يقول الله إذا على كلمة شعرية يقعد على أساس أن يشوفونه أفهم بالشعر، الله على التحويل المقامي يقعد على أساس أني أفهم بالمقام. بس من ترجع الواقع تسأله يقول لك أنا مثلا هو ما يعرف. وأكو جمهور لا حقيقة اللي هو الدرجة الأولى اللي قلنا عليه، اللي هو الجمهور الأول، اللي هو فعلا يستمع بصدق وإخلاص وشعور ويحترم المستمع ويعرف ايش جاي يصير، يقول الله في موضعها لأنه يفهم ايش جاي يصير، سواء كانت شعرية أو مقامية. مشاعر حقيقية، إذا بكى فلا يمثل في بكاء، يعني حقيقي تماما. وإذا تباكى كذلك يعني تكون له رسالة وغاية عموما. فإحنا نريد من المؤدين أو الرواديد أو المنشدين أو القراء، قراء القرآن، نريد منهم إنه يركزون على الجمهور الحقيقي بأداءاتهم. بس أنا أشوف بعض الإخوان يشكون يقولون والله ما حد يستمع إن إحنا قراء القرآن أو كذا، بعض الرواديد يقول أنا أقرأ وهم يحكون. هذا المشكلة مو بالجمهور حبيبي، والله المشكلة بالدرجة الأساس بيك كقارئ أو مؤدي أو يعني عموما رادود. لأنه إذا أديت صح أنت راح تملك مشاعرهم من حيث لا يشعرون هم، يعني ما يعرف إيش جاي يصير. يعني ليش سكتت أني؟ ليش سكتت أنا؟ بدي أستمع شنو هذا الجمال اللي جاي يصير؟ وصلت أكو شيء غريب صار اللي هو الإبداع مالتك. أما إذا هو أنت جاي تقرأ وهو جاي يحكي، فهذا يعني أنه أنت منفصل عنهم بسبب عدم دراستك للجمهور، بسبب عدم معرفتك لما يريدون ويحتاجون، وبسبب عدم إعطائك إياهم البضاعة اللي أنت تحملها بشكل صحيح. تسويقك للصوت، تسويقك للنغم، للحن ما نجح. فلا تلوم الجمهور، لوم نفسك. يحتاج تتدرب أكثر، تعرف الجمهور الشريد، المجتمع الشريد، حتى تدخل إلى المنصة بشكل قوي وصحيح. أرجو أنه ما طولت عليكم. أشكر الرادود ملا مصطفى السوداني على ما أبدع وأنتج وأعطى من عمل كبير جدا يسجل في ميزانه الفني وميزان إن شاء الله أعماله للآخرة. كذلك أشكر حبيبي محمد كاظم مجيد وصاحب يعني شركة ميامين للتصوير ومشاكل، وفريق المبدعين على هذا العمل. والله عمل يعني أكثر من عمل، هم جاي يعني يضعون بصماتهم فيه. هذا توفيق. وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل، وأشكركم كذلك أيها المتابعون الأحبة على ما يعني صبرتم عليه من كلام وكذا. عموما ألتقيكم في حلقات أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمانه وحفظه. ترى والله يضيع العبد بلا